السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات وحلويات إياد. فيديو جديد اليوم إن شاء الله غنشارك معكم كاب كيك أو مادلين مالحين كيجيو غزالين كيجيو ولادين. عدلتهم من الأفكار ديالي، وقبل ما ندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير كنطلب من المتتبعين أو لا أول مرة كتشوفوا القناة إياد دعموني في القناة لأن محتاجة الدعم ديالكم. كنشوف يعني كنعدل وصفات مزيونين وما كاينش الدعم وما كاينش التفاعل. كنتمنى إن شاء الله تكثروا اللايكات وتبارطاجوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء باش ينال الفائدة. وكندوزو مباشرة المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو في المقادير 2 حبات ديال البيض، كيس ديال الخمارة حمراء، كمية من مرتديلا، وكنحتاجو 300 غرام ديال الدقيق يكون نوع جيد، نص كاس ديال الزيت المائدة، نص كاس ديال الماء يكون دافي، 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. في التوابل أو في العطرية نص معلقة صغيرة د الملحة، نص معلقة صغيرة د الإبزار، نص معلقة صغيرة ديال الكربوناط السود، نص معلقة صغيرة ديال الثوم بودرة، نص معلقة صغيرة السكر، نص معلقة صغيرة البودرة ديال الدجاج، نص معلقة صغيرة السودانية، نص معلقة صغيرة التحميرة، نص معلقة صغيرة ديال قزبر حبوب. هادو هما التوابل. كنحتاجو من 3 حتى ل4 ديال الجبن مربع، وكنحتاجو هاد الكويطات ديال المادلين. هادو هما المقادير. مباشرة غندوزو للطريقة وخليكم معايا. في إناء أو في مول كنعملو 2 حبات ديال البيض، وكنعملو نص كاس ديال زيت المائدة، وكنضيفو زيت الزيتون. تقدروا تخلطوا زيت المائدة مع زيت الزيتون مع بعضهم، وكنعملو التوابل أو العطرية اللي ذكرت لكم في الأول. وهذا الخليط كنخلطو غير بالخلاط اليدوي، وكنرجعوا نضيفوا الماء يكون دافي كما قلت لكم. الماء يكون شويه دافي، ما يكونش الماء سخون بزاف او لا بارد، هيدا من الكريفون. وكنخلطوا بهذه الطريقه، هذه الطريقه سهله. وكنضيفوا الزيتون. هنا الزيتون ما كنتش نزلته لان عاد قطعته. وكنخلطوا مزيان الكل. اي نوع ديال الزيتون تقدروا تستعملوا، انا كان عندي زيتون صحيح وقطعته. وملي كنخلطوا الكل مزيان مع بعضهم كنضيفوا كميه من مرتديله اي نوع تقدروا تستعملوا، او الا كانت عندكم ديال المنزل من الاحسن. وكنرجعوا نخلطوا الكل مزيان، وكنشبروا ديك 300 غرام ديال الدقيق. كنبداو نغربلو بشويه بشويه وحنا كنضيفوا في الدقيق وحنا كنخلطوا بالخلاط اليدوي. غير شتيتو بحال هكا كنخلطوا مزيان. ضروري الدقيق كنغربلوه. وكنضيفوا الخماره حمراء. هاد الكب كيك او مادلين المالحين كيجيو مزيونين، كيجيو فتيين. تقدروا تحضروهم هيدا في السبت اولا الحد تحضروهم، ونهار الاثنين هيدا اولا الاسبوع كامل كيبقاو يديوهم ولادكم معاهم المدرسه. كيجيو مزيونين. هيدا تسخنوهم غير واحد شويه وكتعطيوهم لهم، كيبقاو مزيانين مده ديال سيمانه كامله ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. هنا كنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه وانا كنخلط بالخلاط اليدوي. وغنوريكم القوام اولا الخليط اللي كنحصلوا عليه ديال الكب كيك مالحين. بالنسبه 300 غرام ديال الدقيق تقريبا بقاو لي واحد 3 ديال المعالق. ولا جاكم الخليط خفيف على حسب النوعيه ديال الدقيق كتعملوا ديك 300 غرام كامله. وفي الاخير كنعملوا ديك الجبن المثلث هيدا اللي مربع قطعته هيدا صغيور. تقدروا تعملوا جبن احمر اللي عندكم متوفر، تقدروا تعملوا هيدا مع الخليط ديال الكب كيك. صافي هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. وكنعملوا داك المول ديال الكب كيك، كنعملوا دوك الكبيطات اللي وريتكم في الاول الفيديو. وكنبداو نعمروا في الكب كيك هيدا. ما نعمروهمش بزاف يعني نعملوا تقريبا نخليو واحد شويه حيت باقيين عايزينو يطلعوا في الفرن. الطريقه راه ساهله كما كتشوفوا معايا، وراه كيجيو مزيونين وكيجيو لذاذين. وانا متاكده الا جربتوهم بهذه الطريقه اللي شاركت معكم راه يعجبوكم ويعجبوا حتى وليداتكم. ساعه ساعه نعدلوا لوليداتنا هيدا الحاجه ديال الدار، وكنعرفوا راسنا شنو كنعملوا فيها. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى غنعمر هاد المول اللي فيه الكويغطات ديال الكب كيك كاملين كنعمروهم. وبالنسبة للطريقة ديال الطياب الكب كيك مالحين أو حلوين راه مهمة، لأن بزاف الناس ما كيصدقولهمش الكب كيك أولا الكيكات على حساب الطياب ديال الفرن. أنا غنشارك معكم حتى السر باش ينجحوا لكم هاد الكب كيك ويجيو مزيونين ويجيو طيبين مزيان. كتشعلوا الفرن من التحت ومن الفوق على 180. مي كيسخن الفرن مزيان من بعد كتدخلوا الصينية ديال الكب كيك وكتطفيو من الفوق وكتخليوها شاعل من التحت. ما تفتحوش على الفرن حتى كدوز ثلث ساعة عاد كتفتحوه على الفرن. دابا غندخل الكب كيك يطيبوا في الفرن، ومن بعد غنكمل الكمية اللي باقا لي ديال الخليط ديال الكب كيك. وانا متأكدة الا كما قلت لكم الا جربتوهم راه يعجبوكم، كيجيو لذاذين بزاف.
كيما قلت لكم الخليط اللي باقي لي غنكملهم احسن من بعد حتى نخرج هادو من الفرن ونرجع نعملهم نعمر عاود في المول. وكيما قلت لكم ما نفتحوش على الفرن حتى دوز ثلث ساعة، هنا راه دازت ثلث ساعة يعني بانوا لي الكب كيك بداو كيطلعوا يعني تقريبا طابوا، غنتأكدوا منهم واش طابوا وكنرجعوا نشعلوهم من الفوق ونخليهم تقريبا واحد 5 ديال الدقايق، كيما كتشوفوا معايا يعني داك الباليجو طلع ناشف يعني راه طابوا، دابا غنطفيه من التحت وغنخليه شاعل غير من الفوق غير كنشوفهم دهبوا واحد شوية كنخرجهم من الفرن، دائمًا الطريقة ديال الطياب ديال الكب كيك أولا حلوين أولا مالحين مهمة باش كتنجح معاكم. وكيكون هذا هو الشكل ديال الكب كيك ملي كنخرجوهم من الفرن باقيين سخونين كنرشوا عليهم شويه ديال الجبن مبشور وتقدروا ترجعوا تدخلوهم الفرن اولا تقدموهم هيدا كما كتشوفوا الشكل ديال الكب كيك كيجيو مزيونين كيجيو فتيين كيجيو لذاذين كما كنقول دائما يستحقوا التجربه. كتستمروا بهذه الطريقه كنرشوا الجبن مبشور على الكب كيك وكنقدموه في بلاطو ديال التقديم للعائله ديالنا ولوليداتنا وتقدروا تحتفظوا بهم في النبيره هيدا حتى لسيمانه كتعملوا في واحد البواطه اللي كتكون كتشد مزيان والساعة اللي كتحتاجوهم كتجبدوا الحبات اللي بغيتو 4 5 شحال من الأفراد في المنزل وكتسخنوهم وكتقدموهم بالصحة والهنا ولوليداتكم وكما قلت في الأول فيديو ساعة ساعة نعدلوا لوليداتنا الحاجة الصحية ديال الدار وكيكون هذا هو الشكل ديال الكب كيك أو مادلين مالحين بالطريقة ديالي من الأفكار ديالي كنتمنى إن شاء الله تجربوهم ويعجبوكم ويعجبوا وليداتكم كما عجبوا وليداتي وأنا متأكدة إلا جربتهم راه ما غتستغناوش عليهم. وأنا أول مرة كنشارك معاكم في القناة هاد الكب كيك أو مادلين مالحين بهاد الطريقة هادي من الأفكار ديالي كما قلت لكم راه كيجيو فتيين كيجيو مزيونين. كنتمنى إن شاء الله هاد الوصفة اللي شاركت معاكم اليوم أولا كل الوصفات اللي كنزل في القناة تعجبكم وتجربوهم. وتكتبوا لي في التعاليق اللي كتفرحوني بها دائما وإلى أول مرة كتشوفوا القناة إياد شاركوا في القناة عملوا لايك الفيديو وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وكنقول لكم شكرا شكرا بزاف على المتابعة وشكرا على التعاليق اللي مزيونة اللي كتفرحوني بها دائما وكنقول لكم تبقاو على ألف خير ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله وما تنسوش ما تنسوش اللي قلت لكم في الأول دعموني في القناة وعملوا لايك بزاف بزاف لهذا الفيديو باش يطلع وشكرا لكم جميعا وتبقاو على ألف خير.